السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا في زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، انا كده دخلت على اوضة الركن. اول حاجة طبعا اوضة النوم نضيفة عندي، مفيهاش اي حاجة خالص، فهظبط بقى اوضة الركن النهاردة. انا بعمل كده تنظيفات للشقه حاجه حاجه يعني على قدي. فالنهارده بقى قلت ايه، اشيل الحفاظات دي عشان اغسلها واشيلها، لان انا كده بحب ايه يعني اغير شويه، افرشهم وشويه اشيلهم. فانا بقى النهارده هشيل بقى الحفاظات دي هغسلها، وكمان الخداديات هشيلها برضو واغسلها، لان من وقت ما فرشتها في العيد الكبير ما شلتهاش ما غسلتهاش خالص. طبعا احنا في الصيف بحب كده كل شويه ان انا اغسل الحاجات علشان التراب وكده، علشان على طول يعني بنبقى فاتحين الشبابيك وكده، وبتبقى يعني مش نظيفة. وكمان علشان جوري بقى بتاخد الحاجات دي بتقعد تحطها في بقها كل شوية، و... وعلى طول بقى بقينا بنوسخ الحاجات وكده، فقلت بقى ان انا اغسلهم يعني وكده. بس انا كده شلت الحفاظات اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا المخدة دي انا بحطها كده ليه؟ علشان جوري بتيجي عند الحتة دي بالظبط وبتبقى عايزة تقف وتخبط دماغها في السن بتاع الترابيزة. فانا حطيت لها دي كده بحيث ان هي يعني ايه السن ما يبقاش باين، فتلاقي حاجة طرية يعني عشان ما تتخبطش ولا اي حاجة لا قدر الله. هنا بقى انا الصالة كده انا شايلة الحافظة اللي فيها والحاجات عشان هغسلهم ان شاء الله. وهنا بصوا المطبخ بتاعي عايز يترتب. عايزه اقول لكم ان انا عايزه اشيل المشايه يعني اللي موجوده في الارض دي، وعايزه ان شاء الله اشتري حاجه تانية. فانتوا تنصحوني في نوع اسمه كوليكشن لو تعرفوه، اللي هو السجاد ده. لو حد جربه في المطبخ يقول لي يعني يبقى حلو ولا لا، لان انا مش عارفه ان انا لو جبت كوليكشن ده هيبقى حلو ولا لا. فانتوا قولوا لي احسن اجيب السجاد الكوليكشن ده ولا اجيب اللي هي حافظة سجاد واحطها هنا مكان دي. فيا ده يا ده، بس يعني ان شاء الله مش دلوقتي، يعني قدام شوية. هنا طبعا زي ما شفتوا كده المطبخ عايز يترتب ويتظبط عشان مش نضيف يعني وكده. وكمان هنا الميكرويف بتاعي ما مسحتوش بقالي فترة، بصوا بقى متوسخ ازاي من بره، وهوريكم بقى من جوه بصوا عامل ازاي. كنت بسخن فيه حاجة ومش عارفة ليه عملت كده، يعني بصوا في السقف وهنا. فانا قلت بقى هنضفه تنظيفة جامدة. بصوا عامل ازاي، متوسخ خالص 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 ومش نضيف. فانا همسحه طبعا واظبطه علشان يعني يبقى نضيف وكده. بصوا شايفين بقى انا شلت كده الطبق بتاعه ده ازاز كده تقيل، ده اهم حاجة عشان ما يتكسرش، لان هو ده اللي بتحطي عليه الحاجة علشان ايه تسخن وكده. وهشيل طبعا بقى العجلة اللي موجودة دي، وهبدأ ان انا امسحه يعني واظبطه خالص، واوريكم برضو بعد ما اظبطه هيكون عامل ازاي. بصوا بقى انا هنا هاخد كده الطبق ده هدخله كده جوه في المطبخ علشان اغسله. طبعا انا المطبخ عندي اول حاجة قلت ان انا هملى الازاز دي، وبعدين ابدأ ان انا حاجة حاجة كده اعملها يعني في الحوض وكده. عندي كده كانتين كنت جايباه، فهبدأ برضو ان انا اظبطه واشيله في التلاجة يعني واغسله. هنا طبعا اوضة النوم هي بس كان السرير كده متنعكش شوية علشان جوري كانت نايمة. بس هنا بقى دي يعني الكوفرتة اللي انا فرشتها، ودي الخداديات بتاعتها اهي. طبعا انا عايزه اقول لكم ان احنا بالليل يعني ده الروتين الليلي بتاعي، ان انا مثلا بالليل بعمل ايه عشان اصحى الاقي الدنيا نظيفه. طبعا مش من العوايد يعني ان انا اغسل بالليل، بس انا يعني قلت عشان ايه اشيل الحفاظات دي وكده بالمره، لان بالليل يعني جوري باباها بيبقى ماسكها فبعرف ان انا اعمل اي حاجه. لكن الصبح طبعا هي بتكون معايا ما بعرفش اعمل منها اي حاجه خالص خالص خالص. فانا بستغل الوقت بقى اللي هو موجود فيه، وبحاول يعني ان انا اعمل الحاجات اللي انا عايزاها. هنا طبعا كنت شلت بقى الخداديات اهي، وهركنهم بقى على جنب كده زي ما انتم شايفين. ركنتهم كده علشان طبعا اغسل بقى الحاجات التانية. طبعا مش هينفع يعني ان انا احطهم دلوقتي لان احنا بالليل، فهنشرهم بقى والصبح ايه لما لمهم يعني اركبهم تاني على طول. وهنا الركنة طبعا نضفتها وهسيبها كده زي ما انتم شايفين، مش هحط بقى حافظة ولا اي حاجة، هسيبها كده الفترة يعني ايه شوية كده. انا بحب يعني اغير كل شوية. بس فهنا كده الأوضة هي ما فيهاش أي حاجة. طبعا أنا كنست السجادة وظبطتها عشان يعني تبقى نضيفة واصحى الصبح ما اعملش حاجة. هنا بقى زي ما قلت لكم كنت ببدأ ان انا املى الازايز الاول، لان انا بحب يعني ايه اول حاجة اعملها كده في المطبخ، يعني ان انا الحاجات بقى مثلا لو في حاجة عايزة تتحط مكانها، لو في ازايز عايزة تميل الحاجات دي كلها بعملها الاول. وبعد كده اخر حاجة ببدأ ان انا اغسل بقى الاطباق والحلل والحاجات دي عشان اسيبها تتصفى كده على الفوطة وبعدين اعملها.
فانا هنا كده خلاص مليت بقى الحاجات دي، وهبدا بقى ان انا احطها في التلاجة واظبطها زي ما قلت لكم. كنت شلت بقى التين هنا وغسلته. هبدا بقى برضو ان انا اخلص كده كل الازاز اللي عندي. طبعا انا عندي كولمان، بس انا يعني ايه طلعته في اول الصيف وحطيته، بس بصراحه لقيت ان هو اخد مكان، واحنا كده كده يعني ما فيش غير انا وجوزي، فقلت ايه مش مستاهله واخد مكان على الفاضي وكده، وكل شويه بقى املاه واعمل تلج وكده. قلت لا، كام ازازه كده هجيبهم واملاهم واحطهم في التلاجة. فانا دلوقتي بقيت بملى كام ازازه كده واحطها في التلاجة، واللي بيعوز يشرب بيطلع ازازه يشرب منها. هنا طبعا الغسالة هي شغلتها على الحاجات. وانا طبعا عندي غسيل كتير، بس مش هغسل الغسيل ده دلوقتي يعني غير لما اخلص الحاجات دي الاول، علشان ايه انشرها الاول. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا بقى خلصت المواعين اهي كلها من امبارح. طبعا احنا عايزه اقول لكم ان احنا خلاص بقينا الصبح، بس انا امبارح يعني من كتر ما عملت الحاجه وتعبت فما عرفتش اصور لكم، فقلت اصورها لكم بكره. دي ازازه ميه كده كنت بشرب منها دلوقتي. بصوا هنا بقى انا خلصت كميه المواعين كلها هنا. طبعا الحوض نضيف اهو. وهنا طبعا برضو زي ما انتم شايفين كده الحلل بقى والحاجات الكبيره. بصوا هنا طبعا غسلت بتاع الميكرويف اهو عشان ظبطته. وطبعا هنا مفيش ثواني بس، ده كده كيس فاضي واقع كده. بصوا الدنيا بقت مترتبه هنا. معلش لسه صاحيين بقى من النوم وكده فالكلام متلخبط. فانا دلوقتي هعمل ايه، هرص بقى الحاجات ديت كده في اماكنها، واحط اللي هي الازازه بتاعه الميكرويف دي فين. بصوا بقى انا عملت ايه في الميكرويف، ثواني هيدلكوا النور بس. زي ما انتوا شايفين كده خلاص نضفت بقى الميكرويف هنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شايفين بقى من جوه عامل لي ازاي، بقى نضيف خالص اهو. فاكر اعمل لكم الفلاش بس عشان يبان اهو. بصوا وكان متوسخ خالص من فوق، نضفته بقى نضيف خالص مفيهوش اي حاجه. وهنا طبعا كان برضو متوسخ خالص مسحته. طبعا انا مسحته بميه وخل وزيت صابون يعني وكده، فبقى نضيف خالص مفيهوش اي حاجه. وهنا خلاص كمان من فوق ظبطت برضو كده زي ما انتوا شايفين اهو. فبقى نضيف خالص. هاخد بقى بتاعته دي واحطها عشان ايه اقفله بقى، يبقى كده خلصت هنا يعني. طبعا الميكروويف اصلا كان بقالي فتره ما مسحتهوش، ولما عملت فيه حاجه انا مش فاكره ايه والله هي، بس لقيتها بقى فرقعت وعملت كده فيه، فقلت بقى لازم امسحه يعني واظبطه. بصوا ظبطتها اهي خلاص كده. اقفله بقى واخش بقى ايه اعمل الحاجات دي، ولما اخلص كده هوريكم. بس عايزه اقول لكم ان انا غسلت الحاجات امبارح، هوريها لكم في البلكونه. بصوا اهي الحاجات اللي غسلتها امبارح بقى، الخداديات بتاعه الركنه والحافظه بتاعتها، وكمان كنت غاسله الكوفرته دي عشان قلت لكم ان انا غيرتها اهي. بس هخلص بقى اللي ورايا هنا، خلص يعني حاجات المطبخ دي الاول، وبعد كده ايه اشوف يعني هعمل ايه تاني. هنا بقى انا خلاص خلصت، شلت الحاجات اهو زي ما قلت لكم، ظبطت كل حاجه، ما بقاش عندي اي حاجه هنا في المطبخ خالص اهي، كله نضيف ما فيهوش اي حاجه خالص. خلصت بقى هنا، طفي بقى النور كده واطلع بقى ايه الم الغسيل. هنا بقى لميتهم اهو زي ما قلت لكم. هبدا بقى كده ان انا ايه اركبهم بقى هنا كده في الخداديات بتاعتهم وافرشهم. بس طبعا مش هفرش اللي هي المفارش دي اللي هي الرصاص دي، مش هفرشها، هسيبها كده شويه. يعني انا بحب ايه افرشها شويه واسيبها شويه، فانا هسيبها كده شويه كتغيير يعني. وبعدين ايه بعد كده يعني بقى افرشهم. بس هحط الكساوي بتاعت الخداديات. وطبعا هنا الكوفرته دي هطبقها يعني واشيلها في العلبه بتاعتها بقى واشيلها في مكانها. بس فهوريكم برضو بعد ما اخلص الشكل كله هيكون عامل ازاي. ركبتهم بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، ادي الخداديات اهي، وهنا كمان رتبتهم اهو بصوا كده، وهنا كمان اهي، واهي كمان ركبتها. بس مش عارفه يعني دي ليه كده باظت لما اتغسلت، الطبقه اللي تحت دي معرفش ليه عملت كده. بس المهم يعني انا عملتها كده اهي زي ما انتم شايفين، حطيتها كده وخلاص. ودول طبعا اللي انا هشيلهم مش هفرشهم. هشيل بقى الحافظات دي، وهشيل طبعا الكوفرته طبقتها تحت اهي، هشيلهم دولت بقى في الدولاب كده لغايه يعني محتاجه ان انا اغيرهم بعد كده يعني. بس ده الشكل بتاعهم اهو. طبعا هنا الستاره اهي مفيهاش حاجه. بس انا كده بقى يعتبر خلاص خلصت. عايزه اقول لكم بقى تعالوا كده اوريكم حاجه. شايفين بقى كميه هنا الغسيل عامله ازاي. عايزه اغسل الحافظات دي كلها والدفايات بقى اللي كانت موجوده في الارض وكده،
دي طبعا هدوم، وهنا برضو لسه في هدوم، وانا كمان حاطه في الغساله، يعني الغساله شغاله. فهبدا بقى ان انا اغسل كل الهدوم دي والحاجات دي وانشرها. وكده ان شاء الله الفيديو بتاعي بقى يكون خلاص. ادعوا لي كده ان ربنا يقويني ان شاء الله، وابدا بقى ان انا اخلص الغسيل ده عشان هو كتير بصراحه ولسه يعني بقى ايه هاخد وقت على ما اغسل بقى وانشر وكده. فانا قلت بقى اقفل معاكم الفيديو يعني عشان ما يطولش اكتر من كده، ما بحبش يعني الفيديو يبقى طويل عشان ما تزهقوش. فلو عجبكم بقى الفيديو ده انزلوا كده في التعليقات اكتبوا لي تعليق حلو، ولو في اي حاجه برضو قولوا لي عليها وانا ان شاء الله هعدلها. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.